اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا عشان نجهز فطار النهارده. الأول هجيب حلة وانزل عليها بكبد وقوانص. طبعا الكبد والقوانص دي بتاعت الفراخ. بعد كده هنزل عليها بسمنة وافضل اقلب فيها كويس جدا. طبعا السمنة هتسيح معايا. افضل اقلب في الكبد والقوانص كويس جدا لحد ما تاخد وش تحمير كده وتتحمر معايا. بعد كده هنزل عليهم ببصلتين متقطعين كده مكعبات وافضل اقلب فيهم كويس جدا. بعد كده هنزل عليهم بالرز. بعد كده هنزل عليهم بالميه. بعد كده ببهارات فلفل اسمر وكمان شويه من الملح. سيب الرز كده اول ما يغلي معايا ويشرب ميته. بعد كده بوطي عليه حوالي 5 دقايق. بكون مجهزه فراخ غسلها كويس جدا ومنضفاها. اسيب الرز اول ما يبرد معايا احشي الفراخ. انا عندي فرختين بلدي. اول ما الرز يبرد معايا هحشي الفرختين البلدي. دلوقتي هنجيب حله هنحطها على النار. طبعا بعد ما الرز برد خالص حشيت الفراخ. هجيب حله واحطها على النار. هحط فيها شويه من البهارات وشويه من الفلفل الاسمر وكمان ورق لورا وكمان حبهان وكمان بصلايه كبيره كده. وطبعا اول ما الميه تغلي هنزل عليها بالفراخ. اوعي تنزلي بالفراخ والميه لسه مش غلت علشان ممكن تفرقع منك. بعد كده يا حبايب قلبي هنزل عليها كمان بشويه من الملح. اهو زي ما انتم شايفين الميه غلت نزلت عليها بالفراخ. لسه بقى هتغلي تاني. وبعد كده هسيب الفراخ تستوي مع نفسها. اول ما الفراخ تغلي بالميه تاني بوطي عليها واسيبها تستوي على نار هاديه. تعالوا بقى الخطوه اللي بعد كده. طبعا ده محشي كرنب انا حشيته. طبعا انا عملت معاكم طريقه الصلصه كذا مره قبل كده. كنت الاول بجيب حله واحط فيها سمنه وشويه من الزيت. اول ما يسخنوا كويس جدا انزل عليهم ببصلتين كده كبار وافضل اشوح فيهم كويس جدا. طبعا متقطعين مكعبات. بعد كده بنزل عليهم بقرنين من الفلفل واشوح فيهم كويس جدا. بعد كده هنزل عليهم بالطماطم واسيبها لحد ما تتسبك. تعالوا بقى دول حلتين كده من المحشي. طبعا عملت كمان شعير لسان عصفور. الحلتين من المحشي دول انا حشيتهم ازاي؟ طبعا انا عملت معاكم الكرنب قبل كده على القناه. تعالوا الكرنب بقى هنجهز الخلطه. رز وعليه خضره وكمان فلفل اسمر وبهارات وملح. شويه من الكمون وشويه من البابريكا. ولو عايزه تحطي شويه مرقه دجاج كده اللي هي فرط من عند العطار عادي تحطيها وتقلبيهم كويس جدا مع الخضره مع الرز. هتعملي احلى محشي. بصوا الجمال الجمال عدى الكلام. دول الفرختين البلدي طبعا بعد ما اتسلقوا كويس جدا. بعد كده بروح جايبه سمنه ودهنيهم ومدخلاهم الفرن ياخدوا وش تحمير. طبعا عملت شوربه شعيره وزي ما انتم شايفين ده المحشي الكرنب. وكمان دي ملوخيه وكمان شوربه شعيره وكمان الفرختين البلدي. بعد ما حشيت حلتين من المحشي سويتهم ازاي؟ جبت حله وحطيت فيها كبشه كبيره من الصلصه ونزلت عليها بشوربه وكمان حبهان ورق لورا فلفل اسمر بهارات وكمان شويه من الملح وكمان شويه من مرقه الدجاج اللي هي الفوريه وشويه من الكمون. وسبتهم يغلوا كويس جدا. بعد كده بنزل على على الكرنب. طبعا يا دوب يبقى مغطي الكرنب مش اكتر من كده. بعد كده بفضل اهز الحله يمين وشمال كده لحد ما يستوي معايا من جميع الجوانب كده ويطلع احلى محشي. المحشي اللي قدامكم دلوقتي ده اللي انا بوريه لكم. دول المحشي الحبه الباقيين كده في الحله. طبعا انا فضيت في الاطباق ودول حبه كمان في الحله. ما شاء الله المحشي كتير بس طبعا حطيت على قدنا يعني. ولو عوزنا كمان بوريكم ان لسه في الحله ما شاء الله كتير. تعالوا بقى دي بسبوسه. جبنا 2 كيلو من البسبوسه. طعمها خطير يا جماعه. دول 2 كيلو من البسبوسة تشكيلة كده طعمها والله خطير. جبناها مشكلة كده وفي بالمكسرات. بصوا عاملة ازاي. بصوا الكنافة تحفة. طبعا في اليوم ده انا عملت لهم كمان تمر هندي وكمان عملت لهم عصير مانجا. طبعا عايزه اقول لكم ان انا معايا فيديوهات كتير مصوراها في رمضان بس والله العظيم ما في وقت ان انا منتجها. فيا رب ادعولي كده ان انا اعرف امنتجهم لاني ما شاء الله معايا فيديوهات كتير مصوراها. بس طبعا الواحد بيستغل رمضان في العباده وفي الصلاه وكده. فاليوم لان بيجري الشهر بسرعة. ده بصراحه مش بيتكرر تاني فلازم نستغله في العباده والصلاه. فمعلش بقى مش بعرف انزل فيديوهات كل يوم علشان الوقت كمان بيعدي بسرعه. فادعولي بقى منتج الفيديوهات اللي انا مصوراها اللي معايا دي. طبعا عملت عصير من المانجا وكمان عملت تمر هندي. بصوا شكلهم تحفة. طبعا المانجا فاتحة شوية علشان الإضاءة بس هي اللي مفتحاها. بس هي لونها أصفر بس علشان الإضاءة بس هي اللي مفتحاها شوية. وطبعا ده تمر هندي معاها. عايزة اقول لكم ان كمان جبنة بوظة وكمان عرق سوس. عايزه اقول لكم حرفيا العرق سوس ده لازم يجي كل يوم في البيت. بس بصراحه انا ما بحبش اصوره لاني ما بحبوش خالص. فما بحبش اصوره وانزله في في الفيديوهات. بس بنجيبه كل يوم حرفيا اللي بيشربه مامتي بس. فعلشان كده بنجيبه كل يوم. بس احنا الكل مش بنشربه اصلا ولا بنحبه. مش عارفه الناس اللي بتشربه دي بتشربه ازاي.
دول حوالي 9 اكياس من البوظة ب45 جنيه، الكيس ب5 جنيه، وكمان ده ايه العرقسوس. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للقناه وسبسكرايب للقناه عشان يوصلكم كل جديد. بحبكم يا احلى ناس في الدنيا، وشاركت معاكم يومي كامل في رمضان. طبعا انا بشارك معاكم يومي كامل في رمضان، احنا بناخد افكار من بعض مش استعراض والله. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للقناه.